السلام عليكم لكل متابعين قناتي. يا رب دايما تبقوا بخير. حابه ابدا الفيديو بتاعي بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وما انساش ان انا اشكر متابعيني المحترمين اللي دايما بيقدموا لي دعم وتعليقات بصراحه ملهاش حل. شكرا ليكم ولدعمكم للقناه دايما. انا النهارده هعمل لكم فكره سهله كده وعلى السريع يعني. معلش اعذروني عشان انا مش قادره يعني انزل فيديو كل يوم، بس ربنا يسهل يعني اخلص على السريع يعني. آه انا النهارده اعمل لكم حاجه مفرش برضو، بس هو فكرته عجبتني وقلت اما اقدمها لكم بسرعه. انا طبعا كلكم عارفين القماشه دي قماشه سواريه بتاعه الفساتين، او هي تنفع بالقماشه دي او اي قماشه تانية، بس هي بصراحه عجبتني اول الفكره ديت. هي انا عاملاها برضو بمناسبه عيد الام، وطبعا لما انا قلت بمناسبه عيد الام يبقى انا نفسي كلكم تدعوا لمامتي ربنا يخليها ليا، لان هي دايما اللي بتدعمني وبتحفزني ان انا اشتغل اعمل الفيديوهات دي. ودايما ابقى متطوره في قناتي واعمل كل جديد في حياتي اصلا مش في القناه كمان. ربنا يخليها ليا. انا هعمل لكم النهارده مفرش، قلت لكم ينفع لعيد الام او لاي عروسه برضو يعني. انا طبعا بحب يبقى الحاجات دي دايما تبقى للعرايس، برضو ممكن لعيد الام زي ما قلت لكم عادي يعني. مش شرط ادام حاجه بتلمع يعني او فيها لمعه تبقى للعروسه يعني. بصوا انا جبت القماشه دي تمام، بس هي القماشه دي غاليه شويه. انا ممكن انقي الارخص يعني. انا جبت المتر من ده، وطبعا باختلاف الاماكن هو المتر من ده ب70 تقريبا. انا جبت نص متر، بس طبعا نص متر لا هو ده مش نص متر يعني، ده اقل بكتير يعني. قطعت منه بصوا قطعتين قد ايه، وانتي وعلى حسب المكان وعلى حسب المفرش بتاعك قد ايه، بس هو طبعا بينزل منه الخرز ده كتير. تمام اهو. انا قطعت قطعه اهي كده، شايفين مساحتها قد ايه كده؟ المساحه دي تقريبا يعني شبر كده وحاجه بسيطه كمان. تمام. انا هاخد المساحه دي واخد مساحه قدها كمان، يعني اخد نفس المساحه مربعه بقى مستطيله براحتكم برضو اهو. وهقوم جايه شايفين دي مساحه اهي، ودي مساحه تانية كمان. هقوم جايه عامله ايه بقى، هشبكهم ببعض من هنا. طبعا قبل ما ابدا لو انا عايزه اسرفلها براحتي، يعني لو انا عايزه اودي الاطرف دي تتسرفل ما عنديش مشكله. ثواني ما اشوف دي، لا دي لا. زي ما انتوا شايفين كده، هبدا اجيب الخيطه معايا والابره وهبدا اخيطها خياطه عاديه خالص. يعني بصوا اهو، انا يا دوبك احط بس الطرفين كده على بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو كده، واخيطها خياطه عاديه كده. هو بص ما فيهوش اي فكره خالص، هو بسيط خالص واي حد يقدر ينفذه لان فكرته سهله وبسيطه اهو كده. انا كده ايه خيطتهم مع بعض، شايفين دي واحده ودي واحده، ويا دوبك ربطت الطرفين كده اهو شايفين. ده طرف اهو وده الطرف التاني. طيب بعد كده هعمل ايه؟ هقوم جايه بقى عامله فكره بسيطه خالص. هقوم هكشكش هنا من النص كده، هعمل زي فيونك. تمام اهي كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. طيب بعد كده انا دي القماشه دي التل دي الخفيفه ديت، هي من غير اللمعه، بس هي كانت جايه في الفوق يعني يعني كامله كده مع القماشه دي. القماشه دي اسمها قشر سمكه على فكره. ماشي. وهقوم جايه ربطها من النص هنا على شكل فيونك، يعني هجمعها من النص كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده اهو. اربطها هنا كده بحيث ان هي ايه تجمع لي بس من النص كده، بس انا هحاول اهويها شويه كده مخليهاش معرضهاش قوي زي ما انتوا شايفين. نصها بس كده ماشي. وهحط بقى الحته اللي باينه دي هنزلها ناحيه تحت بالشكل ده، او لو انا عايزه اخيطها هي كمان اخيطها عادي ماشي عشان تديني شكل فيونكه كده. من هنا كده ماشي كده. خلينا كده اصلا
عشان تبان لكم. هقوم جايه عامله في الجزء التاني نفس الفكره برضو، يعني هجيها كده اهو، هقوم جايه برضو مقفلاها من هنا دي كده اهي، واعمل دي كمان بقى كده، واقفلها برضو من نفس المكان اهو كده، واربط دي برضو، يا اربطها يا خيطها يا اما الزقها زي ما انتوا يعني زي ما احنا متعودين في الشغل بتاعنا اهو. وطبعا زي ما انا بنحب دايما انوه ان احنا ممكن نستخدم اي قماشه. انتوا عارفين ان انا ما بتحكمش بالقماشه اللي موجوده عندي في البيت، بستغل. بس انا القماشه دي بصراحه كانت بعمل بيها حاجه يعني وكده، فقلت اما اعمل لكم الفكره دي، عجبتني يعني، الفكره جت في دماغي كده. تمام كده اهي، هحاول اداريها بس هنا في قلب القماش بحيث ما تبانش كده. تمام لحد كده واضح. اصبحت عندي اهي، هيبقى فيونكتين جنب بعض، شايفين؟ انا طبعا هوريها لكم لحظه زي ما انتوا شايفين كده اهو. هما بصوا هي اصلا اهي، عايزه اعملها شكل فيونكه كده، اسيبها فيونكتين كده من بعض دوبك متثبتين، هسيبها. عايزه مثلا اوسع كده مثلا، شايفين انا دوبك وسعه صغيره، ادت شكل جميل ازاي اهو. انا ممكن بقى هنا في الحاله دي، لو انا عندي ستان احطه تحت هنا، وهجيب الفازه كده اهوت واقوم جايه احطها اهو كده، شايفين؟ وبعمل الشكل اللي انا عايزاه منها. هو طبعا مش هيبقى، هو مش مستاهل ان انا احط ايطان من بره من هنا، مش مستاهل. فانا علشان كده انا سبتها، يعني انا عايزه اسرفلها مش عايزه اسرفلها خلاص اهو. يا رب تكون الفكره عجبتكم وتكون الفكره سهله. طبعا اتمنى دعم قناتي الجديد، يعمل اشتراك او سبسكرايب. طبعا نفسي تعملوا مشاركه للفيديو، والفيديو يوصل ل1000 لايك. وشكرا ليكم.